أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين اليمنية يحيى سريع استهداف سفينة نفط بريطانية في البحر الأحمر بالصواريخ. وأفاد بيان باسم الحوثيين أن قواتهم نفذت عملية استهداف لسفينة النفط البريطانية بولوكس بعدد كبير من الصواريخ البحرية، مشيرا إلى تحقيق إصابة دقيقة ومباشرة على حد وصفه. وأكد البيان في الوقت نفسه استمرار عمليات الحوثي العسكرية في البحرين الأحمر والعربي ضد السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ إسرائيلية لحين وقف الهجمات على قطاع غزة. نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينة نفطية بريطانية بولوكس في البحر الأحمر بعدد كبير من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل المسلحة اليمنية تؤكد استمرار عملياتها العسكرية في البحرين الأحمر والعربي ضد الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة. مع إعادة الولايات المتحدة جماعة أنصار الله الحوثية إلى قائمة الإرهاب، يدخل اليمن مرحلة جديدة تستهدف من خلالها واشنطن عرقلة تمويل العمليات المسلحة بعد تعطيل الحوثيين للتجارة في البحر الأحمر. قرار إعادة الولايات المتحدة الحوثيين إلى قائمة الجماعات الإرهابية يدخل حيز التنفيذ وفق المتحدث الرسمي لبعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيت إيفانز. يسمح القرار الأمريكي بتأمين وجود عمليات إنسانية قوية من أجل ضمان استهداف الحوثيين من دون الإضرار بالشعب اليمني. إدراج حركة أنصار الله، وهي التسمية الرسمية للحوثيين، كيانا إرهابيا عالميا يعني عمليا تجميد الأصول التي قد تملكها الحركة في الولايات المتحدة وقطع مصادر تمويلها. كما يهدف التصنيف الأمريكي إلى منح وزارة الخزانة صلاحية إصدار العقوبات والإشارة إلى الحكومات الأجنبية الأخرى أو الأشخاص أو الشركات بأنها قد تفقد إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأمريكي إذا خالفت العقوبات. ويريد الإجراء الأمريكي استهداف قادة الحوثيين لأن الإدارة ترى أنهم يجمعون ثروات على حساب الاقتصاد الخفي للحرب. طلبت الخارجية البريطانية من الصين استخدام نفوذها على إيران من أجل الضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر. وللمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في اليمن دخلت القوات البريطانية والأمريكية في مواجهة مباشرة مع الحوثيين، إذ تقوم منذ أسابيع بقصف مواقع تابعة لهم ردا على ما تعتبره تهديدا لحركة الملاحة في البحر الأحمر.